يا مساء الفل على كل الناس اللي بيسمعوا بودكاست الكتابة فكرة، وحلقة جديدة من حلقات البودكاست واللي بنتكلم فيها عن الأفلام والمسلسلات. وحلقة النهاردة هتبقى مراجعة لمسلسل عمر أفندي واللي انتهى عرضه على منصة شاهد. مسلسل عمر أفندي من المسلسلات اللي كانت ترند جدا في الأيام اللي فاتت، الناس كلها كانت بتتفرج عليه، السوشيال ميديا كلها بتتكلم عنه، لدرجة ان هو من نجاحه وصل ان في بعض المنتجات استخدمت جملة من جمل المسلسل في حملتها الدعائية، فكان المسلسل ناجح جدا. فاحنا النهارده هنتكلم عن المسلسل بشكل متعمق شويه بعد ما خلص. المسلسل تأليف مصطفى حمدي اللي عمل افلام كتير، اهمها افلام شلبي، من اجل زيكو، وثانيه واحده، وكمان عمل مسلسلات كتير زي على باب العماره، انا وهي، وضع امني، والمسلسل اللي بحبه جدا وبرشحه لكم لما كانش حد شافه هو مسلسل طرف ثالث. اما الاخراج فلعبد الرحمن ابو غزاله، اللي دي اول تجربه اخراجيه ليه، لكن هو اشتغل مساعد مخرج في اعمال كتير مهمه قبل كده. ومسلسل عمر أفندي بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى بسريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد عبد العظيم. المسلسل بتدور أحداثه حوالين علي اللي متجوز من بنت أغنى منه، وده بيخليه يعاني من سوء معاملة منها ومن أبوها، ودايما بيتعاملوا معاه لأنهم أصحاب فضل عليه. ده اللي بيخليه يبقى كاره حياته رغم إن هو عنده بنت. في الوقت ده والد علي بيموت، واللي كان معارض الجوازة أصلا، فعلي بيحس بالذنب ان هو كان بعيد عن والده بسبب الجوازة اللي هي فعلا اثبتت ان هي جوازة فاشلة. وبعد موت ابوه بيروح يعيش في البيت بتاعه، وبالصدفة بيكتشف علي وجود سرداب، بيلاقي ان السرداب ده بينقله لسنة 1943. ولما بيوصل علي سنة 1943 بيلاقي ان ابوه كان عارف سر السرداب، وان ابوه عاش بهوية تانية في سنة 1943 واتجوز من واحدة اسمها دلال، وكان عايش هناك فترة طويلة. ولما بيروح علي لسنة 1943 بيلاقي ان هو لقى نفسه هناك، بيحس ان هو مبسوط، بيحس ان هو مرتاح، بيحس انه لقى نفسه فعلا. لكن في نفس الوقت طبعا بيكون في بعض المشاكل اللي والده كان بيحاول ان هو يحلها لكن ما انتهتش. في الوقت ده بيحس علي ان هو لازم هو كمان يحل المشاكل دي اللي هي متعلقة بدلال مرات ابوه، فبيبتدي يحاول يحلها. لكن وهو بيحاول يحل المشاكل دي بيلاقي نفسه مش عارف هيعمل ايه، هل يكمل حياته في سنة 1943 ولا يرجع سنة 2024؟ ده اللي بنشوفه في أحداث المسلسل. زي ما قلت لكم المسلسل كان ترند جدا الأيام اللي فاتت، والمسلسل عجب ناس كتير جدا. فخلينا نتكلم بقى بشكل تفصيلي عن المسلسل. هنتكلم الأول عن الإيجابيات. أول إيجابية من إيجابيات المسلسل طبعا كانت الأجواء اللي كان فيها، أجواء سنة 1943. دي يمكن اكتر حاجة نجحت المسلسل وخلت المسلسل ده يرتبط بيه الناس قوي، لانه جاب الناس عايشين في سنة 1943، عايشين رتم حياة هادي، ما فيهوش صربعة، ما فيهوش تسرع، ما فيهوش جري ورا الشغل وجري ورا تارجت وجري ورا الاحلام وجري ورا سوشيال ميديا وترندات والكلام ده كله. حياة كانت هادية رغم ان فيها مشاكل، بس كانت اهدى بكتير من اللي موجودة دلوقتي. فدايما المسلسل كان ناجح يبين التناقض ما بين الحياة القديمة والحياة الحالية، وده كان بيبان قوي في ان انت لما بتشوف المشاهد بتاعت سنة 1943 وتيجي تشوف مثلا المشاهد في 2024، خصوصا المشاهد اللي في شركة ماجي مرات علي، كنت بتشوف حياة سريعة، الناس بتجري، الناس عمالة تدور على تحقيق التارجت والكلام ده كله. فالتناقض والمقارنة دي قدر المسلسل ان هو يبينها كويس كتابيا واخراجيا، وهي دي الحاجة اللي خلت الناس ارتبطت بالمسلسل. الاجواء الهادية البعيدة عن التوتر، البعيدة عن المهرجانات، اللي هادية في كل حاجة، خصوصا ان المسلسل كان حريص ان هو ينقل احلى صورة عن سنة 1943. ما بينش طبعا المشاكل ان كان في احتلال والكلام ده كله، لا، هو خلى الموضوع يبان ان انت حاسس هناك بهدوء غريب. فهي دي اكتر ايجابية للمسلسل واللي خلت الناس ارتبطت بيه، فبقوا حاسين ان هو مسلسل لايت ومسلي وينفع تفصل بيه في اخر اليوم. اما من الايجابيات برضو في المسلسل هي الاخراج كان حلو قوي لعبد الرحمن ابو غزاله، رغم زي ما قلت لكم ان دي اول تجربه ليه، بس هو قدر ان هو يخرج المسلسل حلو. شفنا كادرات حلوه، شفنا مناظر حلوه، اختيار الاماكن بتاعه التصوير كان حلو، حتى اخراج مشاهد الاستعراضات كان حلو جدا، بالذات طبعا الاستعراض بتاع اغنيه لولاش اتعمل بشكل حلو قوي، مبهج قوي. الناس ارتبطت بيه رغم ان كان في مشكله في الحلقه بتاعه الاستعراض بتاع الاغنيه دي، ودي هنتكلم عليها في السلبيات، لكن خلينا اقول ان الاستعراض ده مثلا خلى الناس ما خدتش بالها من اي مشكله في الحلقه. فهي دي الفكره، ان الاستعراضات اللي كانت معموله كانت برضو معموله بشكل حلو قوي. برضو من الايجابيات هي اداء الممثلين. في ممثلين كتير كانوا موفقين جدا 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 في ادائهم، واخص بالذكر مصطفى بسريع وآية سماحة.
مصطفى ابو سريع كان من افضل الناس اللي كنت تحس فعلا ان هم في سنه 1943. طريقه الكلام، انتقاء الالفاظ، كل حاجه كان بيعملها مظبوط قوي. يمكن ده افضل دور كوميدي شفته لمصطفى ابو سريع، عمله بمنتهى الاتقان، عمله بسهوله جدا، عمله من غير افوره في الكوميديا ولا تصنع. وعشان كده بقول ده احسن دور عمله مصطفى ابو سريع كوميديا. ومصطفى ابو سريع لو مشي على الوتيره دي في ادواره اللي جايه هيفرق جدا ككوميديان في السينما او في الدراما. الناحيه التانيه برضو ايه سماحه قدمت دورها على اكمل وجه، برضو كنت تحس ان هي مندمجه قوي في الدور، حاسس فعلا ان هي جايه من الاربعينات في طريقه الكلام والهدوء، وطبعا في شكل الكاركتر كله على بعضه. فعشان كده الاتنين دول بالنسبه لي اكتر اتنين مميزين. كان في اداءات تمثيليه جيده كتير، زي محمد عبد العظيم برضو اللي كان ضيف شرف في دور لمعي، لكن بشكل عام الاداءات التمثيليه كانت جيده. لحد دلوقتي طبعا الناس مبسوطه من اللي انا بقوله على المسلسل، لكن هنبتدي بقى شويه نتكلم عن السلبيات، فدي اللي ممكن الناس تختلف معايا فيها شويه. لكن السلبيات اللي انا هتكلم فيها خلينا اقول انها مش هتاخد من حق المسلسل ان هو مسلسل لايت مسلي وينفع تفصل بيه في اخر اليوم. فاول حاجه هنتكلم عليها هي رسم الشخصيات. للاسف في الشخصيات، في شخصيات كتير جدا ما اترسمتش بشكل جيد. عندنا مشاكل كبيره قوي في رسم الشخصيات، ورسم الشخصيات اللي هو مش مظبوط ده بان قوي في شخصيه صبري صاحب علي. الشخصيه دي ما كانتش مكتوبه حلو، كان فيها مشاكل كتير جدا خلت الشخصيه تبان باهته. يعني كان المفروض الشخصيه دي هي الشخصيه الكوميديه اللي موجوده في زمن علي، اللي هي بتعكس مواقف كوميديه كتير وردود افعال كوميديه، لكن للاسف رسم الشخصيه اللي ما كانش مظبوط خلى الشخصيه ما تقومش بالدور ده كما يجب. كانت الشخصيه معدومه الابعاد وفجاه اتحط لها بعد درامي بشكل مفاجئ، ظهر لنا كده يعني فقس كده في وشنا، وبرده كان بشكل غريب قوي. يعني اتحط في مشهد بشكل غريب، يعني ان هو كان بيتخانق مع واحده فمسكت الشبشب فافتكر والدته اللي كانت بتضربه وبتاعه مش عارف ايه، فحسيت ان الموضوع كله على بعضه مش راكب. يعني ظهور البعد الدرامي ده كان غريب قوي وما كانش منطقي خالص. برضو اتحط للشخصيه دي بعد درامي تاني في اخر ظهور ليها في المسلسل، برضو كان معمول بشكل غريب قوي، ظهر فجأة وما كانش منطقي برضو. يعني هو كان محطوط بس لمجرد ان احنا نقفل الشخصيه دي او نقفل الخط الدرامي بتاعها، لكن ما كانش معمول كويس خالص للاسف. وفي شخصيات كتير كانت معموله بالشكل ده، يعني في شخصيات كتير شفنا ان هي محطوط لها خط معين وما كملناش عليه وما عملناش بيه حاجه، زي برضو شخصيه شلهوب لما شفنا فكره ان هو مودي مراته وولاده في محافظات مختلفه ومديهم اسامي مسلمه علشان هو خايف من الالمان. شفنا ده في مشهد واحد، بعد كده احنا ما ركزناش في الخط ده تماما ونسيناه وانتهى تماما بالنسبه لنا. حد ممكن يقول ان دي شخصيه فرعيه واحنا مش مركزين معاها قوي، لكن اقول لك ان شخصيه شلهوب لا، هي كانت شخصيه من الشخصيات الاساسيه، يعتبر ظهوره كان كتير وكان مؤثر في بعض الاحيان. فليه حاجه زي دي ما تمش الاستفاده منها؟ يعني دي برضو مشكله في كتابه الشخصيه، لان انت ركزت في الشخصيه على بعد واحد بس. انتوا عارفين انا قصدي على انهي بعد، فاحنا ركزنا في شخصيه شلهوب على بعد واحد بس من الشخصيه اللي هو كان مرتبط ببيت لمعي. ده البعد الوحيد اللي ركزنا عليه للشخصيه، لكن بعد كده الشخصيه بالنسبه لنا ما ركزناش على اي حاجه ليها، وده برضو كان قصور كبير في كتابه الشخصيه دي. ففي شخصيات كتير للاسف في المسلسل ما تمش الاعتناء بيها كتابيا، على عكس شخصيه ضياستي مثلا اللي مكتوبه حلو وليها ابعاد، والابعاد دي انت فهمتها وفضلت مكمله معاك للاخر، وشفت تاثير الابعاد النفسيه اللي عند الشخصيه دي اثرت عليها في حياتها ازاي. فالشخصيه دي ما هي مكتوبه حلو، ليه بعض الشخصيات التانية ما اترسمتش بنفس الشكل الحلو ده؟ دي حاجه انا ما فهمتهاش، ودي من السلبيات بتاعه المسلسل، بس ده لا يمنع ان هو مسلسل لايت ومسلي وينفع تفصل بيه في اخر اليوم. من السلبيات برضو ان احنا بنستخدم خطوط دراميه وبعد كده ما بنستفدش بيها برضو. يعني على سبيل المثال احنا استخدمنا الخط الدرامي بتاع الفدائيين كان موجود وفجأة اختفى وما استفدناش بيه، وبرضو الخط الدرامي بتاع الشبح اللي هو كان المفروض الشخص المجهول اللي بيقتل الانجليز وكان الانجليز عايزين يمسكوه، فالخط الدرامي بتاع شخصية الشبح ده كان ممكن يتم استغلاله بشكل تاني خالص، كان ممكن يطلع منه حاجات كتير، لكن احنا جينا في نص المسلسل نسيناه، وبداية من الحلقة السادسة او السابعة احنا تقريبا خلاص ما بقيناش نتكلم عليه ولا نقول عنه حاجة.
ودي كانت مشكله لان الخط ده كان مرتبط بخط تاني اللي هو قصه الضابط الانجليزي اللي هو كان عاوز يقعد مع زينات والكلام ده كله. كل الخط ده احنا جينا في النص نسيناه تماما وسبناه وما بقيناش نتكلم فيه بشكل غريب جدا، وبعد كده رجع في الاخر الخط الدرامي بتاع الشبح علشان نستخدمه في حاجه معينه نقفل بيها الاحداث. فدي كانت بالنسبه لي مشكله كبيره جدا في الخطوط الدراميه. وبرضه لو هتكلم على الخطوط الدراميه اللي ما استعملناهاش، الخط الدرامي بتاع بيت الدعارة بتاع لمعي ده كان اكتر خط لم يتم استغلاله حتى كوميديا. يعني انا متفاهم جدا ان الخط ده بالذات كان محطوط علشان يطلع منه كوميديا، لكن للاسف انت الخط ده استخدمناه في الاول طلع منه كوميديا مرة واثنين وثلاثة، لكن بعد الحلقة الخامسة احنا بقينا بنعيد نفس النكت بتاعة الخط ده. الخط ده ما بقاش يحصل فيه اي تغييرات خالص، نفس البداية بتاعته ونفس النكت اللي بتتقال ونفس ردود الفعل ونفس كل حاجة. كل اللي بيعمله ان هو موجود علشان يملى بعض الوقت في الحلقة. فدي برضو كانت من السلبيات بالنسبة لي، هي الخطوط الدرامية اللي احنا ما احسناش استخدامها. لكن ده برضو لا يمنع ان ده مسلسل لايت ومسلي وينفع تفصل بيه في اخر اليوم. لو هتكلم عن السلبية اللي بعد كده ودي مرتبطة باللي فاتوا، ان احنا السيناريو في اوقات كتيرة جدا كانت الدنيا مش مكتملة. احنا في احداث بنشوفها ما بتكملش، ما بنفهمش حصلت ليه وازاي وامتى وفين، فجأة بتختفي. زي لما كان صبري بيحاول يبيع التمثال الاثري وكانت البنت نانسي بتحاول ان هي تضحك عليه علشان تلاقي مكان التمثال، واتفقت مع الشخص اللي كان عاوز يشتري التمثال ان هي تقول له مكان التمثال مقابل ان هي تاخد نسبة. ده مشهد حصل. بعد كده شفنا ان نانسي عرفت مكان التمثال فعلا. ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ فجأة احنا لقينا صبري باع التمثال عادي جدا، وعلاقته مع نانسي بتنتهي لسبب تاني خالص ملوش علاقة بالتمثال ولا ليه علاقة بأي حاجة، وما شفناش علاقة نانسي مع الشخص اللي كان عاوز يشتري التمثال انتهت على ايه. الخط ده فجأة اتقطع، هو اتقص. فدي كانت حاجة غريبة جدا، لان هنا الكتابة زي ما قلت لكم هي ما خلتش حاجة بتكمل للآخر. احنا فجأة بنقرر ان احنا نقفل خط درامي ونبتدي خط جديد ونعمل حاجات كتير مختلفة، حتى ان احنا للأسف يعني في اوقات كتير ما بيكونش عندنا احداث. احنا في اوقات كتير بنكون مجرد سكتشات بتتعمل، سكتشات في الماضي وسكتشات في الحاضر. يعني احنا في اوقات كتيرة جدا كنا كل اللي بنشوفه في كل حلقة هو بل اننا في بعض الحلقات ما بيحصلش فيه حاجة خالص. احنا تقريبا فضلنا من الحلقة 6 لحد الحلقة 11 مفيش حاجة بتحصل. نفس الوتيرة دي بتتعاد كل يوم، وساعات بتتعاد بفوتو مونتاج، اللي هو احنا كمان مفيش مشاهد مفيش حوار، احنا بنعملها بفوتو مونتاج وخلاص. فبنلاقيها مشاهد مكررة معادة وخلاص، بعض السكتشات، لكن ما عندناش احداث. ودي كانت اكبر مشكلة في المسلسل من وجهة نظري، ان احنا ما عندناش احداث ماشيين فيها. بس ده لا يمنع برضو ان هو مسلسل لايت ومسلي وينفع تفصل بيه في اخر اليوم. برضو من السلبيات في المسلسل ده، رغم ان هو كان بالنسبة لناس كتير بيتقال ان هو مسلسل كوميدي، لكن الكوميديا كانت بتعاني في المسلسل ده بصراحة شديدة، لان احنا في اوقات كتير عدينا الخط الفاصل ما بين الكوميديا والاستظراف. يعني انا اسف ان انا بقول كده، بس في اوقات كتير انا كنت بحس ان المسلسل بيميل للاستظراف، لان رغم ان احنا كان عندنا حاجات يطلع منها كوميديا حلوة، زي التضاد اللي ممكن علي يحس بيه من التعامل في الماضي والتعامل في الحاضر، وكمان شخصية صبري اللي كان عندها نسبة من، مش هقول الغباء، لكن من نسبة من السذاجة، فكان ممكن تطلع من الحاجات دي كلها بكوميديا. لكن احنا لقينا ان الموضوع، او بالنسبه لي شفت ان الموضوع قلب استظراف اكتر، ان احنا بنحاول نلجأ للكوميديا السهله، ما بنحاولش نجتهد شويه في الكوميديا. فكانت المواقف الكوميديه مش مكتوبه بشكل كويس، وبالتالي ما كانش تاثيرها قوي قوي. يعني انا مش فاكر لحظات كوميديه كبيره الا اللحظات بتاعه دياستي، ودي ما كانتش لحظات كوميديه متفجره، لكنها كانت حلوه لانها ما كانتش مصطنعه او فيها استظراف. فدي كانت مشكلتي مع الكوميديا بتاعه المسلسل في اوقات كتير. بس ده ما يمنعش ان هو كان برضو مسلسل لايت ومسلي وينفع تفصل بيه في اخر اليوم. بشكل عام انا مشكلتي مع المسلسل ده في الكتابة. الكتابة للأسف اتجهت للاستسهال في حاجات كتيرة قوي. المسلسل كان فيه حاجات كتير او ممكن يطلع منها حاجات حلوة، لدرجة ان انا شفت بعض الناس حطت على السوشيال ميديا نظريات وافكار تنفع يطلع منها احداث حلوة قوي، لدرجة ان انا قلت يعني لو المسلسل كان استعان مش بفكرة من الافكار دي، لو كان استعان بربع فكرة من الافكار دي، كان هيروح في حتة تاني خالص، وما كانش هيفقد الكوميديا بتاعته او عنصر التسلية اللي هو عاوز يمشي فيه. بس هو لجأ للاستسهال في اوقات كتيرة جدا. زي ما قلت لكم احنا كنا بنمشي سكتشات، مفيش احداث. جينا في الاخر افتكرنا ان عندنا احداث، فشفنا احداث في اخر حلقتين.
حتى في الحلقة ال 13 في حدث كده ظهر بشكل فجائي وقعدنا مسحولين فيه شوية، وفي الآخر لقينا إن هو ولا حاجة، ما ودناش لحاجة خالص. وهو الحدث الخاص بموت دياست، بعد ما كنا خلاص بقى وعمالين نحزن ونعيط ومش عارف ايه، فجأة دياستي عايش. طب احنا استفدنا ايه من النقطة دي؟ ما أثرتش على الأحداث بعد كده خالص. طب ليه عملناها؟ برضو بدون أي إجابة. فعشان كده بقول للأسف إن في استسهال في الكتابة هو اللي خلى المسلسل بالنسبة لي ينزل درجات كتير. كان ممكن يبقى أحسن من كده لو كان اهتم ببعض التفاصيل، لكن ده ما يمنعش إنه مسلسل لايت ومسلي وينفع تفصل بيه في آخر اليوم. طبعا كل اللي انا بقوله ده هي وجهات نظر، يعني دي وجهة نظري، لكن في ناس كتير شايفين ان المسلسل حلو، وده برضو يعني وجهة نظرهم. هيقولوا يا عم المسلسل ناجح وحلو وانتوا اللي بتدوروا تطلعوا اي عيب في الحاجة. انا ما قلتش ان المسلسل مش ناجح، بالعكس المسلسل نجح جدا وقلت لكم الاسباب في اول حلقة، لكن انا بتكلم عليه بشكل الحاجات اللي ما عجبتنيش فيه، الحاجات اللي حسيت ان هي لو كانت تم التركيز عليها كان هيطلع مسلسل احلى، كان هيبقى فيه مسلسل اقوى حتى على المستوى الكوميدي. صحيح هو مسلسل لايت ومسلي وينفع تفصل بيه في اخر اليوم، بس لو كان تم الاعتناء ببعض التفاصيل كان ممكن المسلسل يبقى احسن من كده بكتير. فالمسلسل بشكل عام اديله 6 من 10، والتفاصيل اللي انا اتكلمت عليها دي كلها لو كنا اعتنينا بيها كان طلع عمل افضل من كده بكتير جدا جدا جدا. اتمنى الناس اللي عجبهم المسلسل وحابينه ما يتضايقوش مني، بس دي وجهة نظر اتكلمت فيها، وهم لو عايزين يناقشوني نقدر نتناقش سوا في كل حاجة مع بعض، وبرضه من غير ما حد يزعل من التاني. دي كده كانت مراجعتي النهارده لمسلسل عمر افندي. استنوني في حلقات تانية مع بودكاست الكتابة فكرة، وسلام عليكم. بودكاست الكتابة فكرة، تقديم وكتابة عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت، روان محمد، يوسف باسيلي، وشكر خاص لحبيب حجاب وكارمن السراج. واستنوني في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكرة.